السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم راح أتكلم لكم على موضوع شفتم اللي نشرت صورته أنا وحسابه. ما في سنابة ولا أنا عمري نزلت سنابة إلا ويسبني ويقذفني ويقذف أمي وأهلي ويسبني ويشتمني. ما أدري إيش فعلت. طبعا أنا ما عمري سبيت أحد ولا اشتم أحد ولا غلط على أحد. إنسان كثير مسالم وإنسان كثير أحب نفسي وإنسان كثير متقبل نفسي، ما أذي أحد ولا أضر أحد. فهذا الإنسان ما أدري، مستحيل أنزل سنابة ما يسبني ما يشتمني. فأمس فجأة كذا فتحت وجدت الرسائل حقه، مع أني أنا ما أهتم كثير بالرسائل، بس أمس معلق علي على كل سناباتي من زمان سب وشتم وقذف، يقذف أهلي ويسبني ويشتمني. طبعا هو في السعودية في أبو عريش، هو حلاق طبعا في أبو عريش في السعودية. أوكي، خلوني أخلص لكم بعد هذه السنابة. طبعا راح اقول لكم شيء، هذا هو طبعا حلاق ويشتغل في ابو عريش في السعودية. طبعا انا اسمي محمد البكاري من بيت البكاري ومن قبيلة. هذا الحلاق وانا صغير هو الان يتنمر علي ويسبني ويشتمني. ليش بس انا مختلف وليش انا كذا، او يقول اني اشوه صورة اليمن واشوه صورته. انت يا الحلاق لو كنت جيت بيتنا وانت صغير وشربت من كاسة، أهلي يغسلوا الكاسة بعدك 7 مرات عشان يعطوني اشرب بعدك، لأنهم يقولوا إنك نجس وإنه أظافيرك نجسة. عاداتك وتقاليدك لازم تنساها. أنت يا الحلاق وأنت تعرف نفسك تماما كيف قدرك في اليمن. أنت لو تقدمت لأي بنت من عوائلنا أو من أسرنا، حنا القبائل مستحيل يزوجوك، لو تنطبق السماء على الأرض. أنت ناقص في نظرهم، في الأخير حلاق، وما حد يجي عندك ولا أحد يأكلك ولا أحد يشاربك، وإذا ما شينك عيب. تدري؟ طبعا وانا صغير كانوا يضربوني اهلي، كثير يضربوني اهلي لو رحت وجلست عند الحلاق، يقولوا انهم ناقصين، وانا ضد هذا الشيء. انا ضد العنصرية وضد المناطقية وضد هذا الشيء. لكن ما لفت انتباهي ويلفت انتباهي كثير انه احد يكون هو يعاني من المناطقية والعنصرية من صغره ويجي يسبني ويشتمني. ليش انا قررت اخرج واعيش حياتي؟ لان انا تعرضت للعنصرية وظلم. فانت يا الحلاق كان زمان وانا صغير لو جا بيتنا واحد حلاق، حنا نسميهم المزاينة، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله ما ياكلوا بالصحون اللي ناكل فيها حنا، يمين بالله. وهذا الظلم، انا ارحمهم. اليوم انا لما كبرت وعرفت كنت ايش ذنبهم، ليش ما ناكل معاهم، ليش اهلي يسووا كذا، ليش تصرفات كذا من قبيلتي. فهم والله العظيم ما يخلوني اشرب بالكاسة بعد الحلاق طبعا واصحاب البشرة السوداء عندنا في اليمن، وهم يعرفون. هذا الحلاق لو جاي يتقدم لواحدة من بناتنا حنا القبائل الذي يسموا انفسهم قبائل، مع ان انا ضد العنصرية وانا ضد هالشيء، وانا اصلا خرجت من اسرتي ومن قبيلتي بسبب الظلم هذا الذي صاير لي وصاير لكثير من الناس. فهذا لو قاعد تقدم لواحدة لبنت من بناتنا مستحيل يزوجوك. وانت تعرف ايش قدرك عند اليمنيين يا الحلاق، تعرف ايش قصدك، ايش انا اقصد، وايش قدرك عند اليمنيين عندما انت تيجي اليوم تتنمر علي وتسبني وتشتمني وتغلط على امي وعلى اهلي لمجرد اختلافي عنك، وانت ما تعرف ايش مهنتك وما تعرف ايش قدرك عندنا منذ الطفولة، وايش كانوا اهلي يعلموني عنك، وايش كانت امي وابوي واهلي واعمامي واخوالي يعلموني عنك. انا ربيت في اسرة كانوا يعلموني انه الاكل مع الاسود نجاسة، والاكل مع المزين اللي هو الحلاق نجاسة. كانوا من الصباح ابكر اسمع اهلي عندهم مهقل يقول ولا تصدق حسنهم، حسن الاخدم النجاسة في العظام. ويقول لك انه الحلاق والمزين هذا نسموه احنا المزين نجاسته بالظفر. فكانت امي واهلي ما يخلوني اكل معاهم. يعني انت لو جيت بيتنا ما راح اهلي يخلوني اكل معك، يعني يشوفوني اهلي اكبر منك مقامة، تعرف، عشان بس اليوم قاعد تسبني وتشتمني عشان رفعت راسك. انا ما استنقص منك، وانا لا انظر لاصحاب المهن ابدا بنظرة دونية، بل بالعكس انا ادعمكم وادافع على حقوقكم، واتمنى انه تنتهي هذه العنصرية من اليمن. ولكن عندما تسب
ولكن عندما تسبني وتشتمني لمجرد انه انا مختلف عنك، ربما بالشكل او ربما بالجنس او ربما ما اعرف بايش، او تشوفني انه انا اصغر منك، حبيت اقول لك انا ضد المناطقية، ضد العنصرية. وانا اليوم اصحابي كلهم من اصحاب البشرة السمراء، عندي اصحاب كثير يشتغلوا بهذه المهن، وانا ضد هذه الشغلات، وما خرجت من بلدي ودافعت على حقوق الانسان وتكلمت الا من الظلم اللي انا تعرضت له. اوكي، فانا واحد مثلك يا الحلاق الذي اهلي ما كانوا يخلوني اكل معك. والله العظيم شباب بنات حقيقة اتكلم، واسألوا، روحوا زوروا اهلي في بني بوكاري، قبيلة بني بوكاري، روحوا زوروا مناطقنا وادخلوا بيوتهم وتحداهم ياكلوا مع المزين او يزوقوه. ما يزوقوهم ولا ياكلوهم ولا يشاربوهم ولا يمشوا معاهم، اقسم بالله انا ما اكذب. روح اسألون. وما متقبلينك اخي انت كمان لانك جزار تشتغل بالجزارة وبيع اللحم. طبعا مستحيل يتقدم واحد من الجزارين هؤلاء او من الحلاقين او من اللي يشتغلوا هذه المهن او اصحاب البشرة السوداء يتقدم لواحدة من بناتنا ويزوقوه. مستحيل، ما يرضوا يزوقوه، مستحيل يزوقوه. بيقول لك هذا خادم. طبعا عندنا المهمشين ما يزوقوهم ابدا. وطبعا الحلاق هذا لو تنطبق السماء على الارض وجاء يتقدم لبنت بناتنا، حتى لو كانت تحبه، حتى لو كان مهما كان، يفضلوا انه يقتلوا البنت ولا يزوقوك، لانك فقط تشتغل حلاق. هذه اسرتي، قبيلتي، هذا اهلي، امي وابوي واهلي، انا اتكلم عن اسرتي. فكيف انت اليوم تيجي تتنمر علي تسبني كل هذا السب والشتم هذا وانا ادافع على حقك ايضا؟ وما متقبلينك اخي انت كمان لانك جزار تشتغل بالجزارة وبيع اللحم. طبعا مستحيل يتقدم واحد من الجزارين هؤلاء او من الحلاقين او من اللي يشتغلوا هذه المهن او اصحاب البشرة السوداء يتقدم لواحدة من بناتنا ويزوقوه. مستحيل، ما يرضوا يزوقوه، مستحيل يزوقوه. بيقول لك هذا خادم. طبعا عندنا المهمشين ما يزوقوهم ابدا. وطبعا الحلاق هذا لو تنطبق السماء على الارض وجاء يتقدم لبنت بناتنا، حتى لو كانت تحبه، حتى لو كان مهما كان، يفضلوا انه يقتلوا البنت ولا يزوقوك، لانك فقط تشتغل حلاق. هذه اسرتي، قبيلتي، هذا اهلي، امي وابوي واهلي، انا اتكلم عن اسرتي. فكيف انت اليوم تيجي تتنمر علي تسبني كل هذا السب والشتم هذا وانا ادافع على حقك ايضا؟ أخيرا وليس بأخير، أتمنى أن تتقبلوا الجميع، وكلنا لنا عيوب. ومثل ما تعاني أنت أخي اللي تشتغل بالحلاقة في اليمن، اللي يسموك المزين، ما يزوقوك ولا يعاشروك ولا يأكلوا معك لأنه يقولون أنه ظفرك نقص. أتكلم على قبيلتي، ومو بس على قبيلتي، 90% من المناطق في اليمن. تسألون، ادخلوا جوجل، ابحثوا من هو الجزار في اليمن ومن هو الحلاق في اليمن وكيف يعاملوا. ادخلوا جوجل، هذا الأشياء موجودة في جوجل. فيعني إذا بتكذبوني ادخلوا جوجل، ابحثون، جوجل ما يخفي شيء. ادخلوا شوفوا كيف يعاملوا الجزارين وكيف يعاملوا أصحاب البشرة السوداء وكيف يعاملوا الحلاقين باليمن. هل يزوقوهم أو لا؟ هل يأكلوهم أو لا؟ قل لكم أهلي إذا كان يدخل بيتنا واحد من هذول الحلاقين يشرب موية، يغسلوا الكاسة وأمي تغسل الكاسة ثم تجيب لي أشرب، تقول لي نقصة. هربت أنا من الظلم، قررت أعيش حياتي في بيئة ما في. فأعزائي وعزيزاتي، أنا بهالكلام ما قصدي أتنمر على أحد ولا أنظر لأحد إنه ناقص وأنا فوق. كلنا سواسية، وأنا ما خرجت من القبيلة هذه وما خرجت من اليمن إلا بسبب الظلم اللي تعرضت له، بسبب التنمر اللي كنت أعانيه، بسبب إنه ظلموني بسبب شكلي. هم ما يعرفوا عني. اليوم أنا لو جيت سألت واحد هل أنت قابلت محمد البوكاري؟ وليش تكره محمد البوكاري؟ وإيش سوى فيك محمد البوكاري؟ هل قابلته؟ هل سويت معه شيء؟ بيقول لك لا. كيف تكرهه؟ ليش؟ بس لأنه يظهر يعني بشكله بطبيعته وكذا فقط. بيقول لك هذا كره له. ليش؟ أنا تعرضت للظلم في الواقع، في المدرسة وفي البيت وفي المعهد وفي أسرتي. تعرضت للظلم من أسرتي، فخرجت تركت لكم البلد عشان أعيش في بلد تتقبلني وأعيش بسلام، أبحث على أمان وأمن وسلام بس.